السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام داخل الوطن خارج الوطن والعالم العربي. ان شاء الله اليوم عندنا وصفة ديال كيك عسل او كيكاني روسي. معروف هذا الكيك هذا في روسيا بزاف. ان شاء الله غنوريكم الطريقة ديالهم بسيطة وسهلة باش تصوبوها في البيت ديالكم او في العمل ديالكم، يعني كتجي سهلة جدا. ما تنساوش ديروا القناة الاشتراك وتفعيل الجرس وتشاركوا مع الاصدقاء ديالكم باش يوصلكم كل جديد، لان الصراحة حنايا كنحاولوا نقدموا لكم وصفات سهلة وما كنلقاوش واحد عدد المشاهدة او المشاركين يعني قلال بزاف، كنلقاو الدعم يعني قليل بزاف، يعني كيشكل واحد الاحباط ما كيخليش تستمر. نتمنوا انكم تشاركوا القناه مع الاصدقاء ديالكم كاملين. على بركه الله كنقدم لكم الوصفه ديال العسل. اول شيء نقدم لكم البسكوي ديالو ونولي نقدم لكم الكريمه باش كيعمر كيك عسل. طريقه سهله جدا. على بركه الله كنقدم لكم 3 ديال البيضات، واحد 80 غرام ديال العسل، اي نوع من العسل. عندنا فينا واحد 150 غرام ديال السكر خشن، عندنا واحد 100 غرام ديال الزبده، 450 غرام ديال الطحين الدقيق، واحد نص معلقه ديال كربونات الصودا كما كتشوفوا متواجده. نديرو واحد نص معلقه صغيره. على بركه الله كنجيب واحد الباتينه خاويه عندي، نزلت البيضات ديالي كنضيف لهم 150 غرام السكر، كنحركهم واحد شويه بالبابور ديالي كما كتشوفوا معايا. نخليهم يدوروا واحد شويه، غير يطلعوا واحد شويه كما كتشوفوا. كنخليه يطلع بهاد الطريقه هذه شويه ماشي بزاف. كنضيف الزبده ديالي، كنضيف العسل ديالي، وكنجيب حمام مريم باش نخليهم يذوبوا. كما كتشوفوا كنجيبوا حمام مريم ديالنا كنخليوه يذوب باش نحركوه واحد شويه. كما كتشوفوا كنحاول باش كلشي يذوب عندي. نضيفو واحد المعلقه ديال كربونات الصودا. شوفوا كما كتشوفوا من بعد ما داب عندنا كنضيفو الدقيق ديالنا شويه بشويه. كنهبطوه نحيدوه من فوق الغاز، كنحركوه بشويه، نجيبو واحد شويه الطحين بحال هكايا باش نحيدوه. غادي نقسموه على 8 ديال الطروفه ديالنا ونخليوه يرتاح واحد شويه. كما كتشوفوا تقريبا كتجينا كل حبه فيها واحد 120 غرام، نقسموها على 8. نقسموها على 8 ونخليوه يرتاح واحد 10 دقائق. خليوه يرتاح. من بعد ما خليت العجينه ديالي كترتاح كنمشي ندير الماكرون ديالي باش نخدم بها. واحد 240 غرام ديال الكريم السائله كما كتشوفوا عندي. كنحتاج واحد 190 غرام ديال السكر بودر او سكر كلاصي، كنخليهم يطلعوا بجوج.
هادي ونوقفو. كنحتاجو هاد القشطه كما كتشوفوا راه باسور كريم، كنحتاجو 520 غرام يعني 3 العلب الا شويه. المهم الطريقه هادي كما كتشوفوا قشطه كريم المراعي. تقريبا كنحتاجو 520 غرام كما كتشوفوا. بحال الطريقه هذه كنحتاجو فيها يعني المهم كيتواد في السوق ديالكم. كندخلو الثلاجه ديالنا يبرد. دابا غادي نطلقوا البسكويت ديالنا. نديرو على شكل دائري. هادو كنخلي الزيت كنديرها في الصينيه ديالي. نفس الطريقه كنمشيو دابا كنديرها على الارض حيت الورقه ما ساعدتنيش. الورقه ما كتساعد بزاف. نفس الطريقه نديرو لهم كاملين حتى غادي نخلصوهم بهاد الطريقه. دائما كنحتفظوا على هادو. تقدروا تخدموها بالمول اللي بغيتو، الطريقه اللي بغيتو. كما كتشوفوا دائما خصنا نكملوهم كاملين. حاولوا ما تكثروش من الدقيق. نكملوهم كاملين بهاد الطريقه كما كتشوفوا. هادو الكليشات طولنا تا هما كندخلو معاهم في الران بهاد الطريقه. هادو كندوز عليهم ضروري كنديرهم كلهم بهاد الطريقه فروسيت. دابا نحاول ندخلهم لدرجه الحراره 170 7 دقائق 3 دقائق. الا كيرجع اللون ديالهم ذهبي كنخرجوهم. دابا دخلناهم واحد 7 دقائق. 7 دقائق غادي نفتحوا عليه الكريم ديالنا في الثلاجه. من بعد ما خرجنا كلشي وبرد عندنا البسكوت ديالنا. انا بهاد الطريقه هادي كما كتشوفوا كنحط فوق البسكوت الثاني. عاوتاني نفس الطريقه. كنجيبو البسكويت الثالث ديالنا عاوتاني تا هو نفس الطريقه. كنمشيو بهاد الطريقه حتى تنساليوه كامل. هو الاخير كنحاول باش نختار بلا الكريم ديالنا.
تخليها تبرد. من بعد غادي البسكويت اللي الشو كنشاط ليه هو غادي نطحنو باش غادي نفيني به. شوفوا نحيد لها المول ديالها ونحاول نقادها من الجناب باش ندخلها. كما كتشوفوا غندخلها تبرد دابا شويه وغادي نفينيها. ما بردت عندنا واحد شويه غنولي ندير لها هاد البسكوي هذا باش ندخلها تبرد مزيان ليله كامله، وفي الصباح نقطعها ونقدمها للضيوف ديالنا. كما كتشوفوا حاولوا ديروا بهذه الطريقه هذه، ديروا البسكويت ديالكم كتكملوها كامله. في الاخير كنحاول نقادها بالسباتير ديالي بهذه الطريقه هذه. كما كتشوفوا كميله او 4 ساعات على الاقل باش كنقطعها. خليناها ليله كامله بردات، دابا كنحيدوها نحطها في المونطير ديالي وغادي نقطعها. كما كتشوفوا دابا نقطعها. شوفوا كتجي رائعة جدا. وهذا هو الشكل الاخير كيجي رائع جدا. ما تنساوش ديروا القناة اشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. السلام عليكم.